لو انت بتفكر تدخل مجال الداتا فانت اكيد محتار ما بين المسميات المختلفة، مش عارف انهي مسمى بيشتغل فين، وكمان مش عارف تمشي في انهي تراك. خليني في الفيديو ده اشرح لك المسميات المختلفة واقول لك كل تايتل بيشتغل في ايه بالظبط. عندنا 3 تايتلز مختلفة. اول تايتل وده الاشهر هو الداتا اناليست، وعندنا داتا انجينير، وعندنا الداتا ساينتست. عايزك بعد ما تسمع الفيديو ده تكتب لي كومنت انت شايف نفسك في انهي تراك. خلينا نبتدي بالداتا انجينير لان ده اللي بيبتدي الشغل في الشركات. تخيل معايا السيناريو ده، لو احنا عندنا شركة ضخمة فيها فروع في 5 دول مختلفة، وبتسجل طبعا كل الداتا بتاعتها، الاوردرات، الريفند، البيع، الشراء، وهكذا. تفتكر كمية المعلومات الضخمة اللي جاية من ال5 بلاد المختلفة دي ممكن تتخزن فين؟ أكيد محتاجة قاعدة بيانات ضخمة. وظيفة الداتا انجينير إن هو يبني داتا بايبلاين. يعني ايه داتا بايبلاين؟ يعني كأنه بيبني مسارات مختلفة من الداتا، كل مسار بيجمع مصدر مختلف من الداتا، ويجمع كل المسارات دي وكل الداتا دي ويخزنها في سيستم واحد. السيستم ده طبعا لازم يكون قوي جدا ولازم يكون مرن عشان يقدر يضيف لي داتا كتيرة اكتر واكتر. وطبعا السيستم ده لازم يبقى واخد باله ان في ناس كتيرة جدا ممكن تشتغل عليه. فهي دي وظيفة الداتا انجينير، ان هو يبني المخزن بتاع الداتا ويبني كمان البايب لاين، المسار بتاع الداتا اللي بتصب في المخزن ده. طيب ايه المهارات اللي انت كداتا انجينير ممكن تكون محتاجها؟ اول حاجه محتاج تكون متعلم بروجرامينج لانجويج. اشهر حاجه طبعا هي البايثون. بتحتاج بايثون غالبا، يعني بتحتاج بايثون في شغلك. ممكن تحتاج تكتب جافا في شغلك، ده طبعا ديبيندز اون، معتمد على التولز اللي ممكن تكون الشركه بتستخدمها اللي انت بتشتغل فيها. تاني حاجة طبعا انت بتحتاج ان انت تأسس وتتعامل مع قواعد بيانات مختلفة، فلازم تكون فاهم سيكوال كويس جدا، ولازم كمان تكون فاهم الحاجة الأعلى كمان وهو النو سيكوال. وطبعا هتستخدم أدوات كتيرة قوي، فهديك شوية أمثلة كده ممكن تسيرش عليها: سبارك، هدوب، اباتشي اير فلو. مصطلحات بقى زي داتا ليك، ازاي تسطب الداتا ليك. طبعا عندنا بقى حاجه دلوقتي طالعه ترند جامد جدا، اي كلاود بلاتفورم محتاج تتعلم بقى الحاجات المشهوره من الكلاود بلاتفورمز. عندك مفاهيم طبعا مهمه جدا لموضوع مسارات الداتا زي الاي تي ال، اكستراكت، ترانسفورم، لود. محتاج تفهم المفاهيم دي كويس قوي وتبراكتس بنفسك ان انت تعمل البايب لاين ده او الاي تي ال ده. محتاج تفهم ازاي تعمل اوتوميشن لاي حاجه انت بتعملها. طبعا انت بتبقى مسؤول عن الاوتوميشن بتاع الداتا في الشركه كلها وهكذا. طيب ده كده الداتا انجينير، وده اللي بيظبط الداتا للناس اللي بعد كده. مين الناس اللي بعد كده؟ هم الداتا اناليست والداتا ساينتست. الداتا اناليست بيعمل ايه؟ الداتا اناليست بقى لو احنا اعتبرنا ان البايب لاين والداتابيز وكل الكلام ده هو ده العربيه، فالداتا اناليست بقى هو اللي بيسوق العربيه. فبيبتدي بقى يشوف الارقام والداتا ويوجه الشركه على حسب الداتا دي. بيطلع انسايتس، بيسال اسئله ذكيه، بيقدر من خلال الداتا يفهم البيزنس اكتر، فيبتدي يوجه الشركه على اساس الداتا دي. تعال ناخد اكزامبل. لو مثلا الداتا اناليست لاحظ ان المبيعات بتقل من الشهر اللي فات للشهر ده، محتاج يعمل حاجه اسمها روت كوز اناليسيس. محتاج يفهم ليه المبيعات قلت من خلال الداتا، ويروح للاداره ويقول لهم المبيعات قلت بسبب 1 2 3، وانا اريكومند ان انتوا تعملوا 1 2 3. مثال تاني، مثلا الداتا اناليست مطلوب منه ان هو يعمل فوركاستنج للمبيعات. محتاج يروح للشركه يقول بيزد اون الداتا اللي موجوده انا متوقع ان انتوا تبيعوا خلال السنه الجايه بالارقام الفلانيه، وبالتالي نبتدي نحط التارجتس للناس بتوع السيلز، الناس بتوع الماركتنج وهكذا. الراجل بتاع الداتا اناليست محتاج ان هو يستكشف الانماط المختلفه اللي موجوده في الداتا. فعلى سبيل المثال ممكن يستكشف ان احنا عندنا نمط موسمي في الداتا. على سبيل المثال شهر معين في السنه بنبيع كتير قوي، او شهر معين في السنه بنبيع قليل قوي، زي مثلا رمضان، العيد وهكذا. وكل ده طبعا هينبني على اساسه خطط وقرارات الشركه، على اساسها يا اما بتكسب اكتر يا اما للاسف تخسر. الداتا اناليست كمان مسؤول ان هو يبقى العينين بتاعه التوب مانجمنت في الشركه. الناس في الاداره العليا دايما بيبقوا عايزين يبقى شايفين مؤشر الاداء بتاع الشركه.
طبعا الشركه بيبقى ليها مؤشرات اداء مختلفه، الداتا اناليست دايما بيبني لهم ريبورتات وداشبوردز عشان من خلالها يقدروا يتابعوا اداء الشركه، يتابعوا اداء الحملات التسويقيه اللي هم بيعملوها، يتابعوا اي انيشيتيف او اي حاجه جديده هم عملوها ويشوفوا اثرها يوم بيوم في الشركه. طيب هتقول لي ايه الادوات اللي انا محتاج اتعلمها عشان ابقى داتا اناليست؟ في ادوات محتاجها عشان تستخرج الداتا اللي جهزها لك الداتا انجينير، وطبعا اشهرها الاس كيو ال. في ادوات محتاج تستخدمها عشان تعمل بروسيسنج، تعالج الداتا دي وتغير شكلها وتجهزها للداتا اناليسيس، زي الاكسل او البايثون، او كمان الاس كيو ال بتعمل بروسيسنج الداتا وترانسفورميشن كويس، وهكذا. في ادوات بقى خاصه بالاناليسيز نفسه، ودي يعني تقريبا ينفع فيها كل اللي احنا قلناه. ممكن تعمل اناليسيز بالسيكوال، ممكن تعمل اناليسيز بالاكسل، ممكن تعمل اناليسيس بباور بي اي، تابلو، وهكذا. في ادوات مخصوصه في الداتا فيجواليزيشن، اللي انت ازاي تعمل داشبورد، ازاي تعمل ريبورت. طبعا اشهرها باور بي اي، ده اكتر تول دلوقتي مطلوبه في الماركت. وبعد كده لوكر وتابلو، الاثنين دول بينافسوا باور بي اي بقوه. وطبعا تقدر تعمل فيجواليزيشن برضو بالاكسل وجوجل شيت، بس يعني المرتبه بتاعتهم تيجي بعد كده. فالملخص، لو انت اتعلمت اكسل، باور بي اي، وسيكوال، فانت كده معاك 80% من الشركات تقدر تشتغل فيها. طيب ايه المهارات بقى اللي انا محتاجها از داتا اناليست؟ الداتا اناليست بيتعامل مع الناس بتوع البيزنس كتير قوي، فلازم يبقى انت عندك مهاره ان انت تفهم البيزنس اللي انت شغال فيه. لو انت شغال مع الناس بتوع ماركتنج، فتفهم الكي بي ايز بتاعت الماركتنج، تفهم اللانجوج اللي هم بيستخدموها، الناس دي بتتكلم في ايه، الناس دي بتدور على ايه الاهداف للناس بتوع الماركتنج، وهكذا. طبعا الداتا اناليست بما انه بيتعامل مع التوب مانجمنت وبيديهم ريكومنديشنز وبيبين لهم انسايتس وهكذا، فانت محتاج كوميونيكيشن سكيلز قويه جدا، محتاج برزنتيشن سكيلز قويه، محتاج داتا ستوري تيلينج، ازاي توصل الداتا اناليسيز اللي انت عملتها من غير بقى مصطلحات تكنيكال عاليه. محتاج تبسط شغل الداتا اناليسيز وتعرض الاناليسيز بتاعتك على التوب مانجمنت بطريقه مختصره وسهله، تفهمهم ايه المطلوب منهم ياخدوه على اساس الداتا اللي انت عملت لها اناليسيس. بعد ما الداتا انجينير حضر الداتا، والداتا اناليست قاعد بقى يغوص في الداتا ويعمل اناليسيس ويطلع انسايتس ويدي ريكومنديشنز للتوب مانجمنت، هيجي بقى دور الداتا ساينتست. الداتا ساينتست هو يعني وظيفه بتميرج ما بين الداتا اناليست والماشين ليرنينج انجينير. بمعنى ايه؟ بمعنى الداتا ساينتست ده بيبتدي يحلل البيانات، ومش بيقف بقى عند تحليل البيانات واعطاء الريكومنديشنز، لا ده بيبتدي يعمل بريدكشن للمستقبل، بيبتدي يعمل اي اي مودلز عشان تتوقع المستقبل. على سبيل المثال دلوقتي انا ممكن از داتا اناليست اقول والله اما الكاستمر مثلا يبطل يشتري لمده 5 ايام، فانا كده متوقع ان الكاستمر ده مش هيبطل يشتري مننا ويعمل كلمه اسمها تشيرن، يبتدي ان هو يسيبنا ويروح لاي حد من المنافسين. انا از داتا اناليست ممكن من الاناليسيس بتاعتي احدد كلمه 5 ايام دي. انما الداتا ساينتست عن طريق الاي اي هيعمل ماشين ليرنينج موديل، هيعمل اي اي موديل. الاي اي موديل ده هيدخل له كل المعلومات بتاعه الكاستمر، والاي اي موديل يطلع نسبه مئويه، يقول العميل ده بنسبه 90% مثلا هيسيب الشركه، انما العميل ده بنسبه 70% هيسيب الشركه، وهكذا. طب الاي اي بيتعلم الكلام ده ازاي؟ بيتعلم عن طريق ان الداتا ساينتست بيديله هيستوري كتير قوي لكاستمرز سابوا الشركه وكاستمرز تانيين ما سابوش الشركه، وهكذا، لغايه ما الاي اي يفهم ايه النمط بتاع الناس اللي بيسيبوا الشركه، وعلى اساسه بيحدد نسبه مئويه بنسبه كذا الراجل ده هيسيب الشركه. فبالتالي انا كبزنس اقدر اخد قرار بناء على النسبه اللي طلعاني. فعلى سبيل المثال اقول والله الناس اللي هيسيبوا الشركه بنسبه تتراوح ما بين 70% و100%، هبعت لهم اوفر مثلا 50% ديسكاونت. طيب انا از داتا ساينتست عشان اقدر اعمل الاي اي مودلز دي واتوقع والكلام ده كله، زي ما اتكلمنا، انا في الاول محتاج اكون شاطر في الاناليسز عشان اعرف اخدم البيزنس بتاعي بالاي اي مودلز بتاعتي. فانت از داتا ساينتست عشان تبقى داتا ساينتست شاطر، فانت محتاج الاول تكون داتا اناليست شاطر. فانت كل الباكج بتاعت الداتا اناليست اللي احنا اتكلمنا عليها
محتاج يكون معاك. ضيف بقى فوقيه الحاجات بتاعه البريدكشن. طيب محتاج اتعلم ايه بقى عشان اعمل بريدكشن؟ محتاج طبعا بايثون جامد جدا جدا جدا. محتاج بقى ماشين ليرنينج، اتعلم ماشين ليرنينج، وطبعا ماشين ليرنينج باستخدام البايثون. محتاج اتعلم كونسبتس ادفانسد في الداتا اناليسيس زي الاي بي تيستنج. محتاج اتعمق شويه في الاستاتستكس. طبعا لو اتكلمنا على المرتبات وفرص الشغل، فهنلاقي اكتر حاجه فيها فرص شغل هي الداتا اناليست، واسهل حاجه تقدر تتعلمها هي الداتا اناليست، وبالتالي المرتب بتاع الداتا اناليست هو اقل واحد فيهم. طبعا مش معنى ان هو اقل واحد فيهم ان هو قليل، هو طبعا مقارنه ببقيه المجالات عامه هو طبعا داتا اناليست مرتبه عالي. طيب بعد كده الداتا انجينير. الداتا انجينير في عدد الفرص الشغل اقل من الداتا اناليست، ولكن كفلوس كمرتب هو اعلى من شغلانه الداتا اناليست، لان طبعا عشان تتعلم داتا انجينيرنج هتتعلم اكتر بكتير قوي من الداتا اناليست، محتاج حاجات تكنيكال اكتر. فطبعا كل ما الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها تزيد، وكل ما كان التكنيكال صعب، كل ما كان الفاليو اكبر، فساعتها السالري اعلى. ثالث حاجه الداتا ساينتست. الداتا ساينتست الفرص الشغل بتاعتها زي الداتا انجينير بس برضو اقل من الداتا اناليست، وطبعا مرتبه يمكن اعلى مرتب في الثلاثه كلهم، لان هو بيحتاج طبعا موضوع الاي اي ده، وطبعا الاي اي دايما كل شويه بيتغير وحاجه صعبه ان انت تتعلمها، فبالتالي الانبوت بتاعه جوه الشركه بيبقى فعلا قيم جدا، فبيطلب سالري عاليه قوي. فانت شوف ايه التراك اللي انت عايز تمشي فيه، وقول لي في كومنت انت شايف نفسك في انهي تراك.